ألمانيا تفتح أبوابها أكثر للطلاب السوريين، مما يجعل حلم الدراسة بالخارج أقرب من أي وقت مضى. متطلبات التأشيرة الجديدة اللي راح تبدأ في 15 تموز 2025 بتبسط الإجراءات وبتوفر حلول مرنة لمشاكل الأوراق اللي بيواجهها السوريون. هالتغيير مو بس أوراق، هو دعوة حقيقية لتنضم للمجتمع الأكاديمي الألماني وتبني مستقبل أحسن. خلونا نفهم شو بتعني هالتغييرات وكيف فيك تاخد أول خطوة واثقة باتجاه الدراسة في ألمانيا. عشان تقدم على الفيزا الدراسية بدك تجهز مجموعة من المستندات المهمة. هالعملية بتتطلب شوية تحضير، لكن لا تقلق، رح نمشي معك خطوة بخطوة. أول شي بتحتاجه هو جواز سفر ساري المفعول. تأكد إنه الجواز صالح لمدة كافية، يعني أطول من مدة دراستك المتوقعة في ألمانيا. بالإضافة لجواز السفر، لازم يكون عندك ورقة قبولك بالجامعة الألمانية اللي اخترتها. هالورقة هي إثبات رسمي إنك مقبول للدراسة، وطبعاً شهادات المدرسة الثانوية وكشوف العلامات التفصيلية. هالوثائق بتثبت مؤهلاتك الأكاديمية. إذا كان صعب تحصل على الأصول، هلا بيقبلوا صور مصدقة أو إقرارات رسمية، يعني بتقدر تروح عند كاتب العدل وتصدق نسخ عن الوثائق الأصلية. اللغة مهمة جداً. معظم المواد الدراسية بتحتاج اتقان اللغة الألمانية، وعادة بيطلبوا شهادات مثل تيست داف أو DSH. بس البرامج اللي بتدرس بالإنجليزية بتقبل توفل أو آيلتس كإثبات لاتقانك اللغة الإنجليزية. إذا بدك تحسن لغتك الألمانية قبل الدراسة، فيك تاخد تأشيرة خاصة لدورة لغة تحضيرية في ألمانيا. إثبات القدرة المالية ضروري جداً. لازم ترجي إنه عندك حوالي 1280 يورو بالسنة لتغطية مصاريفك. عادة بيكون هالإثبات عن طريق حساب مجمد في بنك ألماني أو كفيل مقيم بألمانيا أو منحة دراسية بتغطي تكاليفك. تأكد إذا شهادتك الثانوية السورية معترف فيها في ألمانيا باستخدام قاعدة بيانات أنابن. هالقاعدة بتساعدك تعرف إذا شهادتك بتأهلك للدراسة مباشرة، وإذا لا، سنة واحدة في الستودين كوليج، وهي كلية تحضيرية، بتحضرك وبتقويك أكاديمياً قبل دخول الجامعة. هالتحديثات بتخلي العملية أوضح وأكثر دعماً للطلاب السوريين اللي عم يخططوا للدراسة في ألمانيا، وبتسهل عليهم تحقيق حلمهم. بلش بكير. التقديم على الفيزا ممكن ياخد وقت. أبدأ على الأقل قبل 6 شهور من موعد سفرك المخطط. هاي الفترة بتسمح لك تجمع كل الأوراق المطلوبة وتتجنب أي تأخير. أول خطوة هي إنك تحصل على قبولك الجامعي. تأكد إنك قدمت على الجامعة بوقت كافي عشان تستلم ورقة القبول الرسمية. بعد ما تحصل على القبول، شوف موقع السفارة عشان قائمة الأوراق المطلوبة بالتفصيل. كل سفارة عندها متطلبات محددة لازم تلتزم فيها. ترجم ونظم كل أوراقك المطلوبة بشكل مرتب. الترجمة لازم تكون معتمدة. هالشيء بضمن كل المستندات جاهزة للتقديم، بما فيها رسالة الدافع وإثبات التأمين الصحي. افتح حسابك المجمد بأسرع وقت ممكن ياخد أسابيع حتى يتفعل الحساب. احجز موعد التأشيرة بكير. المواعيد بتخلص بسرعة، خاصة في مواسم التقديم. بمقابلتك، قدم أوراقك كاملة ومنظمة. وضح أهدافك من الدراسة، واشرح خططك الدراسية ومصاريفك بوضوح للموظف المسؤول. بعدين، تابع طلبك على الإنترنت وكون صبور وأنت بتستنى القرار. ممكن تاخد العملية بعض الوقت. تعلم اللغة الألمانية ممكن يكون صعب في البداية، لكن لا تقلق. في مصادر مجانية كتير ممكن تساعدك في رحلتك التعليمية، زي موقع دويتش فيلو اللي بيقدم كورسات ومواد تعليمية ممتازة للمبتدئين والمستويات المتقدمة، وتطبيقات زي دولينجو بتساعدك تتعلم الكلمات والقواعد بطريقة ممتعة وتفاعلية. انضم لمجموعات تبادل لغوي عشان تمارس اللغة مع متحدثين أصليين، أو سجل في دورات معهد جوته للحصول على دعم إضافي وتوجيه متخصص. بالنسبة للمصاريف الدراسية، قدم على منح دراسية كتير. في فرص كتير متاحة للطلاب الدوليين، زي منح دي ايد اللي بتدعم الطلاب في مختلف المجالات الدراسية.
ومؤسسات تانية بتقدم خيارات كتير ومتنوعة للسوريين. ابحث كويس وقدم على اللي يناسبك. خليك منظم، احتفظ بملفات رقمية لكل مستنداتك المهمة عشان توصلها بسهولة، وحدد كل المواعيد النهائية في تقويم أو مفكرة عشان ما تفوتك أي فرصة. لا تعملها لحالك، اطلب المساعدة لما تحتاجها، ده مش عيب، من مستشاري الجامعة أو المكاتب الاستشارية المتخصصة في مساعدة الطلاب الأجانب. تواصل مع طلاب سوريين تانيين على الإنترنت، شاركوا تجاربكم وخذ نصيحة وتشجيع من اللي مروا بنفس اللي بتمر بيه. تذكر دايما، المثابرة والإصرار والمجتمع الداعم هما أفضل أدواتك للنجاح. كل تحدي بتتغلب عليه بيقربك خطوة لهدفك وبيخليك أقوى وأكثر ثقة في نفسك. لما تنقبل تأشيرتك، بلش دور على سكن طلابي بكير. السكن الجامعي والشقق المشتركة هم الأفضل. تقبل الثقافة الألمانية، كون دقيق بالمواعيد، احترم العادات المحلية، وانضم لأندية الجامعة عشان تعمل أصدقاء. تواصل مع مجتمع الطلاب السوريين عشان الدعم والنصائح العملية. خطط لقدام، حسن لغتك ونظم مصاريفك من هلا. اعتبر تقديمك أول مشروع دولي إلك. بالتحضير والحماس، مستقبلك بألمانيا قريب. الوقت المناسب للعمل هو هلا، رحلتك بتبدأ اليوم.